المفروض بقى الواحد الواحد يخاف على عياله وبيته ويرد غيبته، ومهما كان ومهما يكون ما يسمحش لحد، مهما كان حد يقوله، مهما كان حد يغيره. ده بيته وراحته وعياله وحبايبه، وعياله دول اللي شاف الذل عشانهم والقهر كله عشانهم، وتعبان عشانهم وشاقيان عشانهم، ما يعكرش بيته. ليه بيته ده لو اتعكر هيبقى عيشته مش كويس؟ ليه تعكر بيتك؟ ليه؟ ده بيتك ده راحة النفسية لك، راحة النفسية لك. مهما اللي يقولك ومهما اللي يعيدلك، شغل دماغك كويس وفكر صح. شوف اللي بيقولك ده عايز يخرب ما بينك وبين مراتك، ولا مش عايز يخرب، ولا كويس بيقولك في الصح. اما تشغل دماغك في الصح عمرك ما هتندم ولا هتسهل، وتعرف اللي يضرك من اللي يصلحك، من اللي يصلحك واللي يضرك. انت بتبقى تعبان وشاقان طول النهار برا وتعبان، وتيجي ببيتك ترتاح، تلاقي وش حلو بيضحك، يلاقي لقمة حلوة. يعني ايه الواحد يبقى يعني بيقول لك بيتك ده راحتك، راحتك تبقى تيجي ترتاح، مش تيجي مثلا انت تجيب الغم والهم وتسمع كلام الناس اللي تغيرك، وتسمع الناس اللي بيقولوا كلام. لا، انا ما احطش حاجة في دماغي، انا عارف بيتي كويس، ما احطش حاجة في دماغي. ليه؟ ما يمكن اللي بيقول لي ده عايز يخرب علي، طب انا ما اسمعلهوش، انا ما اسمعلهوش، احفظ على بيتي وعيالي، انا احفظ على بيتي وعيالي، واحفظ على اللي نافعني، احفظ على اللي نافعني. ما بصش ايه تحت رجلي، واسمح كلام اللي انا عايش فيه في غيبوبة تامة. اعيش في غيبوبة لحد امتى؟ اللي بالشر قربي خليه.